تصريح مثير للاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي بعد الهزيمة المذلة برباعية نظيفة مع الرأفة أمام المنتخب الفرنسي. قبل أن تشاهد هذا التصريح لا تنسى الضغط على زر اللايك كتشجيع لنا للاستمرار. بعد أن سألها الصحفي عن إحساسها بعد الرباعية المذلة أمام المنتخب الفرنسي، علقت اللاعبة المغربية سكينة أزراوي قائلة: كانت خسارة قاسية، لكن يجب أن نرفع رؤوسنا عاليا. قدمنا مشوارا جيدا. الهزيمة دائما صعبة علينا، لكنني فخورة بفريقي وفخورة جدا بالطاقم التدريبي، وقدمنا ما علينا. أعتقد أننا لم ندخل بطريقة جيدة في الشوط الأول، ورأينا الفرق شاسعا بيننا وبين المنتخب الفرنسي، لكننا أردنا أن نعود في النتيجة في الشوط الثاني، ولكن كان الوقت قد فات، وهذا ما أثر سلبا على هذه المباراة وأثر على طموحاتنا. هل هي مسألة طراوة بدنية؟ أجابت اللاعبة المغربية: لا أعتقد أن المشكلة كانت في لياقتنا البدنية، لقد كنا متواجدات ذهنيا وبدنيا، لكن أؤكد مرة أخرى أننا لم نبدأ الشوط الأول بطريقة جيدة. كان هذا تصريح لاعبة المنتخب المغربي بعد الهزيمة المتوقعة أمام المنتخب الفرنسي.